وانت قاعد في المطار مستني رحلتك، فجأة جه في بالك سؤال: هو الطيار عنده رخصة زي رخصة العربية؟ طبعا عنده، بس 3 رخص، وفي الفيديو هوضح لك الفرق بينهم بالتفصيل. نفترض ان انت هتكون الطيار وهنسأل سؤال: منين هنجيب الرخصة؟ لو هنتكلم عن مصر، فالمسؤول عن كده هو وزارة الطيران المدني، بيكون ليها مشرفين او حتى مدربين معتمدين داخل الأكاديمية اللي انت بتتدرب فيها، بيمتحن الطلاب، وبعد الاجتياز الامتحانات الوزارة بتطلع له الرخصة. ده سريعا عرفنا منين بيتم إصدار الرخص. أول رخصة بتحصل عليها هي البي بي ال، رخصة طيار خاص. صلاحياتك: تقدر تأجر طيارة صغيرة مع أصحابك تاخد بيها لفة، ده بجد، بس بشرط تقوم بالنهار وأجواء صافية. طب لو عايز تطلع بالليل وكمان الجو غيوم، بتدخل المرحلة اللي بعدها وهي إضافة اي ار، وهي الطيران بالأجهزة. يعني ما تبقاش شايف أي حاجة قدامك خالص، ومعتمد اعتماد كامل على الأجهزة. بيمتحنوهم وهو مغمي عينه بنضارة خاصة بتسمح له بس يشوف العدادات، وما تقلقش بيكون معاه المدرب. Button, squawk 3642, report going around. Squawking 3642, Wilco, droplet hello. من ضمن صلاحيات الرخصة دي إن أنت ما ينفعش تاخد أجر مقابل الرحلة أو تتربح منها بأي شكل من الأشكال. اللي بيكتفي عند المرحلة دي هو واحد هاوي للطيران ومعاه طيارة، أو رجل أعمال ومعاه طيارة برضه. لكن لو طالب طيران كمل معاه. بننتقل للمرحلة التانية وهي رخصة CPL، رخصة طيار تجاري. بعد ما تحصل على الرخصة دي إن شاء الله تقدر تطير نفس اللفة اللي في الأول، فاكرها؟ بس هتاخد عليها فلوس. مش بس كده، لسه في مميزات احسن من كده بكتير. هتقدر تطير مسافات بعيدة، زي هنا في مصر بيعملوا رحلات من مطار اكتوبر لمطار الطور في جنوب سيناء، او مطار اسكندرية، او مطار اسيوط. الرخصة دي تقدر تعمل عليها اضافة اسمها مالتي انجن، يعني طيران متعدد المحركات، او اللي هي محركين. بيستخدموا هنا في مصر طراز الجي 58. بتجمع الساعات المطلوبة عليها ما بين الرحلات من أكتوبر إلى أي مطار من المطارات اللي قلت عليهم. بعدها بتتخرج من الأكاديمية. هنا عندنا نوعين من الطلاب، واحد في مصر أو في أي حتة من العالم ما عدا الولايات المتحدة. لو أنت درست هناك فمحتاج تجمع 1500 ساعة، سواء هتشتغل كمدرب في نفس الأكاديمية اللي اتدربت فيها، أو شركة من اللي بتعمل رحلات سياحية فوق مثلا نيويورك. مش أحسن خيار عامة، لأن أنت مش كل يوم رحلات، فالموضوع هيبقى أبطأ معاك في تجميع 1500 ساعة. اما لو انت في مصر فاحنا ما عندناش موضوع ال 1500 ساعة ده خالص. هتستنى اعلان مصر للطيران اللي منزلش من فترة كبيرة تقريبا وتروح تقدم. لو اتقبلت فهم هيتحملوا تكاليف التدريب كاملة، سواء على الطرازات اللي عندهم زي الايرباص 320 او البوينج 737. ومن خلال شغلك معاهم هتاخد رخصة ال ATPL، وهي اعلى رخصة ومفيش بعدها تاني، وهي رخصة طيار خطوط جوية. بكده انتهت حلقتنا. اشترك في القناة ودوس لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك.